السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا النهارده نتعلم ازاي نعمل عقدة الوردة. هي عقدة جديدة وجميلة جدا ومميزة. تعالوا بينا نتعلمها خطوة بخطوة بكل سهولة. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هنا، وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا عندي هنا 2 خيط. تمام. هعمل بقى، عايزاكم تركزوا معايا ان احنا هنعملها ازاي. تمام. انا بمسك الخيط اللي في النص ده، الفتلتين اللي في النص دول. تمام. بجيب واحده كده وبجيب واحده كده. تمام. وبمسكه كده من هنا، بمسك الخيطين على بعض كده. بجيب بقى الخيط اللي في الطرف ده، بعمله عقده نص مزدوجه، يعني هي مره واحده بس. تمام كده. وبعد كده الناحيه التانيه برضو هحطها من هنا كده عقده اهي، نص مزدوجه واحده بس. تمام. بعد كده هشد الخيطين اللي في ده، اللي في اليمين والشمال، هشدهم كده وهعدل الخيط بتاعي كده. تمام كده. لحد ما اظبطها بشدهم لحد ما هو الاخر. بس كده بشد ده وده لحد ما عملت العقده اللي عندي دي. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ انا عندي الخيط ده اهو يمين وشمال، فهاخد اللي تحت ده هعمل عليه عقده مزدوجه، بس هعملها مره من فوق كده، ومره اعكس اخلي الخيط ده كده وهي من جوه كده. دي مره. كمان مره هعملها من بره كده اهي، ومره هعملها من جوه كده. تمام كده. يبقى انا عملت عندي 2 عقده مزدوجه، مره يمين ومره شمال. تمام كده. بعد كده هعمل الجنب الشمال زي ما عملت ده، هعمل ده. تمام. مره هعملها من جوه، مره هعملها من بره. تمام. مره هعملها من جوه ومره هعملها من بره كده كده. تمام كده. بعد كده الخيط برضو اليمين والشمال زي ما انا عملت هعملهم برضو على بعض كده اهو كده، وهطلع الفتلة دي لتحت اهي من هنا، وهطلع برضو الفتلة التانية كده. تمام. وهشد الخيطين بتوعه اهو، وهظبط دي كده، شدها طبعا للاخر. اظبط خيوطي اهو، شدها كويس. اصبح عندي عقدة الوردة المميزة دي. تمام. تمام. تعالوا بينا نعمل مرة كمان اهو. ادي عندي الخيطين دول. تمام. انا هعملهم كده، احطهم على بعض، واحدة يمين واحدة شمال. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هجيب الخيط اللي تحت ده اعمله كده من هنا كده، اطلعها عقدة واحدة، واللي يبقى جنبها برضو هطلعه في الجنب التاني كده بعقدة واحدة. بعد كده اشد الخيطين يمين وشمال كده. تمام. واشد الخيط اللي تحت واظبطه كده. بعد كده هناخد الخيط ده، هنعمل مرة عقدة من هنا من فوق. بعد كده هخلي الخيط الثابت الناحية التانية واعملها مرة تاني من تحت. تمام. تاني مرة من فوق كده، ومرة اودي الخيط الثابت كده اعملها من تحت. كأنها، بص كده، كأنها عملت عندي زي عقدة بداية على الخيط. تمام. الناحية التانية برضو هعمل مرة من هنا ومرة من جوه من هنا، مرة من هنا
ومرة من هنا. تمام. بعد كده هقفل خيوطي ازاي؟ همسك اللي هنا، الخيط اللي هنا الثابت والخيط اللي هنا اهو، احطهم على بعض كده. تمام كده اهو. بعد كده بطلع الخيط ده من تحت كده من هنا، واطلع الخيط ده من هنا كده. بعد كده نشد الطرفين دول ونشد الخيوط ونثبتها كده. شدها كويس. اصبح عندي عقدة الوردة بالطريقة دي، سهلة جدا. لو ركزنا فيها هنعملها بكل سهولة. طبعا اي طول بقى انا عايزاه بعمله، وعايزه اعمل منها ميدالية بعمل ميدالية. هي عقدة جميلة ومختلفة وشيك كده. وما ننساش ان احنا طول الخيط هنا بنضرب طول الشغل في 8 زيها زي العقدة المزدوجة. تمام، لان هي يعتبر برضو هي اساسها عقدة مزدوجة، يبقى بنضرب الخيط في 8. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والشير عشان الكل يستفيد، واستنى تعليقاتكم الجميلة وتطبيقاتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.